السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال النهاردة أقولك ازاي تركب الفيشة الدكر والنتاية الاتنين مع بعض اللي هما زي دول في السلك اللي هو زي ده كده، السلك الملفوف العادي ده اهو بالشكل ده. تابع معايا الشرح. وطبعا السلك بتاعك لو انت مش مقشره، مش مطلع الشعر بتاعه ده، فانت طبعا هتقشره بمقص او بولاعة، تقشر الطرفين دول كده بالشكل ده، وهتقشرهم برضو من الناحية التانية بالشكل ده او الطرفين برضو. تابع معايا الخطوات. طبعا اول حاجة هتركب اي فيشة الاول. انا هركب النتاية الاول، فطبعا هتفك الفيشة كده من الوش بالشكل ده اهو. وطبعا لو انت مش فاكك مسامير الفيشة اللي هي المسمارين اللي بيبقوا هنا بالشكل ده، فانت هتفكهم، بس طبعا مش هتفكهم كلهم، هتفكهم بس حتة صغيرة بالمفك الصليبة، يعني على حسب نوع فيشتك. لو فيشتك فيها مسامير عادة اللي هتعمل بالمفك اللي هو العادة اللي بالشكل ده كده، ولو فيشتك فيها مسامير صليبة زي بتاعتي، فانت طبعا هتعمل بالمفك الصليبة اللي هو بالشكل ده. فانت طبعا المسامير دي اي مسامير فيشة ما ينفعش تفكها كلها، الفيشة هتبوظ، فانت هتفك بس حتة صغيرة اهي بالشكل ده. او انا كده طبعا فكيته حتة صغيرة بالشكل ده، هتفك برضو التاني زيه حتة صغيرة، مش للاخر بس. بس كفاية كده. وانا كده بصوا فكيت المسمارين حتة صغيرة زي ما انتم شايفين. هتجيب بقى السلك اللي هتركب فيه الفيشة، ولو انت السلك بتاعك تخين عامل زي سلك التلاجة والغسالة وعايز تركب فيه اي فيشة من دول، اكتبلي في التعليقات وانا هبقى اعمل لك فيديو ان شاء الله في الطريقة دي. وطبعا هتجيب السلك بتاعك بعد ما قشرته كويس كده وجهزته بالشكل ده، فكيتها كده سنة ايه بالشكل ده. بعد بقى ما تفك المسامير حتة بالشكل ده، هتجيب الفيشة تعملها كده. هتلاقي الفيشة هنا فيها حديدة ايه، فيها خرم اهي بالشكل ده. الحديدة دي بص هتلاقي فيها خرم هنا وخرم هنا اهي. وطبعا الخرمين اللي تحت دول اهو، هتجيب بقى طرف واحد من السلك بتاعك بالشكل ده، هتدخل واحد هنا في الخرم ده، يعني الحديدة دي اهي فيها خرم، فانت هتجيب طرف واحد هتدخله كده في الخرم ده اهو. ولو لقيت حس ان الشعر بتاع السلك طويل، فانت هتقصر الشعر بتاعه كده. طبعا دخلت السلك اهو في الخرم بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. وطبعا بعد ما تدخل السلك في الخرم هتربط بقى عليه المسمار ده، المسمار اللي فوق السلك ده اهو، هتربط عليه بالشكل ده، بس هتربطه بقى للآخر خالص، يعني لحد ما يتربط معاك لآخر ربطة. وحاول وانت بتربطه ما تربطش قوي، ما تربطش جامد قوي عليه عشان المسمار ما يفوتش معاك، ولو فوت معاك الفيشة طبعا هتبوظ. هتجيب بقى الخرم التاني بالشكل ده، هتدخل فيه الطرف التاني بتاع السلك اهو. وانا طبعا الشعر هنا كبير قوي فهقصره شوية اهو، هقص حتة منه بس كده اهو قصرت. هتدخله بقى في الخرم التاني اهو بالشكل ده، وكده دخل معانا. هتربط بقى عليه المسمار التاني، المسمار اللي فوق الخرم التاني اهو، وهتربطه طبعا للآخر.
وانا كده طبعا ربطت المسمارين والفيشة ركبت معايا بالشكل ده. وانا طبعا هنا نسيت ادخل الوش ده في السلك، فانا طبعا نسيت، فهتجيب السلك من الناحية التانية اهي بالشكل ده اهو، هتدخله كده. انا عشان نسيت ادخله، فانت لو ما نسيتش يعني هتدخله عادي، هتدخله من هنا قبل ما تركب الفيشة. فانا عشان نسيت طبعا فهدخله، هتدخله بقى كده العكس مش من هنا. فانت لو ما نسيتش هتدخله الاول من هنا، فانا عشان نسيت طبعا هدخله من هنا لغاية ما يطلع من الخرم ده اهو، هتخليه يطلع من الخرم ده. او كده انا طلعته من الخرم بالشكل ده اهو، كده طالع معايا. بص اهو من ناحية الفيشة، الفيشة طبعا خلاص خلصت معاك، هتقفلها بالشكل ده. وكده طبعا احنا خلصنا الفيشة النتاية كده بالشكل ده اهي، كده الفيشة النتاية خلصت معانا، وهنجربها لكم كمان. وانا طبعا هجربها لكم على النور بتاع رمضان اللي هو النور ده كده، فهركب هنا الفيشة. وانا طبعا كده وركبت الفيشة في فيشة النور اللي هو بتاع رمضان بالشكل ده. هجرب طبعا، هحط السلك ده كده هنا اهو في الخرمين دول اهو بالشكل ده. ولازم لو هتجرب كده زي لازم طبعا تظبط الشعر بتاع السلك عشان ما يعملش قفل. كده طبعا اهو النور اشتغل، بس هو مش عارف السلك بيتهز. وانا كده طبعا اهو دخلت السلك في الكهرباء بالشكل ده، حاولت اثبته كده. طبعا النور نور معانا كده، يبقى الفيشة دي اللي ركبناها تمام اشتغلت. يلا عشان نخش على الفيشة اللي بعدها. طبعا هنخش على الفيشة اللي بعدها اللي هي الفيشة الدكر دي. طبعا اول حاجة هتفك الفيشة من وش بالشكل ده اهي كده بالشكل ده. وانت طبعا اول حاجة لما تفك الفيشة بالوش هتدخل طبعا الوش في السلك. اوعى تنسى، لانك لو نسيت في الطريقة الاخيرة دي، لو نسيت مش هتعرف تدخله، عشان احنا ركبنا هنا فيشة تانية. فانت لو نسيت هتضطر تخلع الفيشة وتركبها من الاول. فانت طبعا هتدخل السلك كده اهو، خلع كده بالشكل ده لحد ما يطلع معانا من الناحية التانية. كده طبعا خلاص احنا دخلنا الوش. وطبعا لازم تظبط الشعر بتاعك بتاع السلك عشان ما يعملش قفلة معاك، فانت هتظبطه. انا اهو هنا مظبطه بالشكل ده. فانت طبعا الفيشة بتاعتك لازم تفك المسامير بتاعتها شوية، وطبعا مش هينفع تفكها للآخر، عشان لو فكتها للآخر طبعا الفيشة هتبوظ معاك. فانت هتفكها سنة. وطبعا لو المسامير بتاعتك عادة هتستخدم مفك عادة زي ما قلتلك في أول الفيديو. فأنا طبعا بتاعتي فيها مسامير صليبة فأنا هستخدم مفك صليبة، وهفك حتة صغيرة منها بس مش هفكها كلها. وانا كده طبعا اهو فكيت اول مسمار، هتفك تاني مسمار برضو اهو بالشكل ده، حتة برضو صغيرة اهو. كده انا فكيت الحتة دي. هتجيب بقى السلك بتاعك من الناحية التانية خلاص اهو، اهو بالشكل ده. هتظبط الطرفين طبعا. هتجيب بقى الفيشة كده هتلاقيها من تحت فيها خرمين اهو بالشكل ده. فانت هتجيب اول طرف معاك هتدخل فيه، هتدخله في الخرم الاول، هتدخل الشعر بس مش هتدخل
السلك كله، فهتدخل كده اول طرف في الخرم الاول اللي هو ده كده اهو. وانا كده طبعا اهو دخلته. بعد ما تدخله بقى هتربط المسمار اللي فوقيه، يعني مثلا الخرم ده خلاص دخلنا فيه السلك، المسمار بقى اللي فوقيه اللي هو ده مش ده، لا ده اهو اللي فوقيه هتربطه اهو بالشكل ده. تربطه بقى للآخر عادي، بس حاول طبعا برضه انت بتربطه ما تربطوش للآخر قوي عشان المسمار ما يفوتش معاك والفيشة ما تبوظ. وكده طبعا انا ربطت اول مسمار اهو، وكده السلك ركب معانا تمام. هنجيب بقى الخرم بتاع الفيشة التاني اللي من الناحية التانية اهو، هتجيب طرف السلك التاني هتدخله بقى في الخرم التاني بتاع الفيشة اهو بالشكل ده. وكده طبعا اهو دخل معانا بالشكل ده. هنربط بقى المسمار اللي فوقيه اللي فوق الخرم التاني على طول، هنربطه برضو للآخر بس مش للآخر قوي زي ما قلتلكوا عشان الفيشة ما تبوظ، يعني تربطه لحد ما يتربط معاك للآخر. وكده طبعا انا ربطت تاني مسمار اهو كده بالشكل ده، وكده السلكتين اتربطوا كويسين. هنجيب بقى الوش بتاعها اهو هنركبه اهو بالشكل ده. هتدخل بقى الفيشة تركبه، وكده طبعا الفيشة ركبت معانا. يلا عشان نجرب. وكده طبعا خلاص الوصلة بتاعتنا خلصت بالشكل ده. هنجربها، هنجيب الفيشة النتاية دي هندخلها، انا هجربها لكم على شاحن فهدخلها كده هنا الشاحن لحد ما تخش معاك كده للآخر بالشكل ده. هتجيب بقى الفيشة التانية اللي هي الدكر دي هتركبها في الكهرباء، ونشوف كده الموبايل هيشتغل. اهو الموبايل كده اشتغل معانا بالشكل ده كده بيشحن اهو. وكده طبعا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش بقى تعمل لي لايك وتشترك في قناتي، ولو انت مش مفعل الجرس فعله عشان يوصلك كل جديد. سلام.